الجثث اللي لقوها تحت المنصه اللي بيقولوا لك يا اخوان قتلنا، لا ده مضروبين كلهم قناصه. ال 12 قناص اللي الطياره رمتهم فوق العماير ونزلت خدتهم والعالم كله شافهم، مفيش الا التلفزيون المصري بس ولميس الحديدي وبتاع قناه فرعين هم اللي ما شافوش. واحنا بقى انا صحابي نصارى، اول حب ليا في عمري كان بنت من النصرانيه، اصدقاء عمري نصارى وعايش جنب جيراني نصارى. احنا لا بنقول بلد اسلاميه ولا بلد نصرانيه، لا ده هي دلوقتي بقت خناقه على الكرسي. شالوا مرسي من على الكرسي وقعد السيسي على دمنا احنا. عشان كده احنا اخترناه. لا مش هيبقى عندك كرامه بعد كده خالص؟ من حوالي شهر ليه؟ يا ريت الكلام ده يطلع. ما انا هطلعه لك، بس قول لي اسباب مقنعه. الارض اللي انت واقف عليها دي كلها اتعملت في عهد مبارك. 30 سنه ما دخلكش اللبس اللي انت لابسه دلوقتي على عهد مبارك. الجلابيه اللي انا لابسها دي من عهد مبارك. 30 سنه ما دخلكش في حروب. هو اللي مأكلنا، هو اللي ملبسنا، هو اللي مقلعنا. عارف احنا بنحبه ليه؟ بتحبه ليه؟ عشان للاسف ما بناخدش بالشام هلوسه. ما بتاخدش ايه؟ بالشام هلوسه، فلسه فايقين.